عبد الرحمن زي ما بقول لك كده. المهم دخلنا قلعنا، كنا بتاع حوالي 20 لعيب او 25 لعيب كمان. دخلنا قلعنا في اوضه اللبس وبتاع، ووقفنا كلنا صف كده. فطبعا اول واحد تلعب ايه؟ قال له مساك. تاني باك رايت. ايه جه عليا مين اللي قلعك؟ طبعا اتصدمت. اللي هو انت يعني ليه اصلا متخيل ان انا هشوفك اصلا؟ اه. هو برضو يعني مع الله يرحمه بقى، اه. كان يعني ما كانش ذكي. اه اجريسيف قوي. احنا اللي لعبنا 15 السنه اللي فاتت، كنا متأيدين السنه اللي فاتت، فمش هيجيبوا لك واحد من الشارع. اه. واخد بالك؟ يعني انت طبيعي حتى لو انا صغير. طب انت بتلعب ايه؟ هقول له مثلا في نص اه الملعب. شوفني يا عم نص ساعه فهو وخلاص. يشوفني، وبعد ما يشوفني يقول لي لا مش شكرا عايز. اه خلاص. يبقى خلاص. انت ايه؟ ما احرجتنيش قدام انت مين اللي قلعك؟ مين اللي اه قلعك؟ قلت له انا قديم، ده انا اقدم منك. انت عارف ان انا من ساعتها وانا لساني طويل. قلت له كده فعلا. اقسم بالله وحياة ولادي قلت له كده. قلت له انا اقدم منك في النادي، وبعدين ازاي تقول لي ان مين اللي قلعك؟ فكان معانا بقى اداري، كان الله يرحمه اسمه ماهر ابو سريع. اوكي. الحاجات دي ما بتبقى في الذاكره، عشان دي اللي هي كانت دايما بتدي لك دافع. الاصرار والدافع، وان لازم، لا لازم توصل. تشوف هم مش مقتنعين بيك، لازم اوصل. واخد حلو. بالك؟ فكابتن ماهر ابو سريع الله يرحمه اتدخل على طول، قال له يا كابتن عبد الجليل، ده الراجل ده اقدم واحد في دول واحرف واحد في دول. قال له شوف ال20 لعيب اللي قدامك دول، ده احرف واحد فيهم. فهو اتحرج. فقال له طب اشوفه. انا بقى بصراحه بعد ما عداني بقى وكده، الدمعه نزلت من عيني. لا والله. اقسم بجلاله الله صعبت عليا نفسي. يعني انت عمال تسال يا عم، اسال وقول لي اه. بلعب ايه، وبعد كده يا راجل قول لي روح، حتى لو مش هتشوفني. انت فاهمني؟ وبعدين ده انا قديم. انت تقول لي مين اللي قلعك؟ اما البعيد غابي صحيح. واخد بالك؟ ما انا بقول لك الحاجات دي كانت بتديني قوه غير عاديه واصرار غير عادي.